صباح الخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفة اليوم هي وصفة اللي كيحماقوا عليها الوليدات ديالنا. من اليوم ما غاديش تبقاي تشري خبز الطاكوس من المتاجر، غادي توجديه بكل سهولة في البيت بطريقة اللي سهلة بزاف وبمكونات متواجدة في كل بيت. وصفة خبز الطاكوس اليوم هي وصفة صحية بدون مواد حافظة، أفضل من طاكوس المتاجر الجاهز. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم والبارتاج مع الأهل والأصدقاء. والآن نبداو مع الوصفة والمقادير. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الماء اللي غنديروهم في واحد الطاوة، نضيفو عليهم نص معلقة ديال الملح كيبقى حسب الذوق، ونضيفو 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت نباتية. مباشرة منين غادي يبدا يغلي لينا الماء ديالنا غادي نضيفو عليه 2 كيسان ديال الطحين. الدقيق ممكن تستعملي الدقيق الفينو او الدقيق الابيض، او ممكن تستعملي حتى الدقيق الكامل. بالنسبه للمقدار ديال الدقيق غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق، والكاس الثالث غادي نضيفوه بشويه بشويه باش ما نقصحوش العجينه ديالنا. حنا كنضيفو الدقيق وحنا تنحركو، وهاد العمليه خصها تكون بسرعه. كما كتشوفوا امامكم فانا استعملت تقريبا 3 الكيسان الا ربع ديال الدقيق. مباشرة من بعد ما تنخلطو الدقيق ديالنا مع التحريك المستمر كنطفيو البوطة وتنحيدو الخليط ديالنا من فوق النار. تنحطو العجين فوق سطح العمل وتنبداو نعجنوه واحد شوية حتى تيندمج تماما وتيرطاب. كما كتشوفوا فهذا هو القوام ديالو، تيكون رطب ولكن ما تيتلصقش في اليدين. تنطلقوه فوق سطح العمل بهذا الشكل على شكل سيجار، وتنقسموه لجوج ديال القطع باش هكذا كنشكلو جوج ديال الكويرات اللي من بعد غادي نطلقوهم فوق ورق ديال الطبخ. وممكن نطلقوهم فوق سطح العمل مباشرة لأنهم ما تيتلصقوش نهائيا. كيف ما كتلاحظوا غادي نبداو نطلقوا في العجينة ديالنا ونحاولوا نرققوها مزيان، لأنها كل ما كانت العجينة رقيقة كل ما كانت ناجحة. ممكن ناخدو أي قطعة اللي عندنا أو شي طبسيل أو لا أي حاجة اللي نقدروا نشكلوا بها دوائر حسب الحجم اللي بغينا. بالنسبه ليا انا اختاريت هنا ندير ميني تاكوس صغيورين كيجيو هكذا حلوين ورائعين لا في الشكل ولا في المنظر. وبطبيعه الحال العجينه اللي كتبقى لينا كنجمعوها وتنقرصوها وتنعاودوا نطلقوها ونخرجوا منها دوائر وحدين اخرين. تنكملوا التشكيل ديال التاكوس ديالنا حتى كنساليو كاع العجينه اللي عندنا. انا بالنسبه لهذا المقدار هذا فخرج لي تقريبا 19 قطعه ديال ميني تاكوس في هذا الحجم هذا اللي اختاريت. كنصحكم تجربوا هاد العجينه ديال الطاكوس لانها جات رائعه وناجحه جدا. والخبز ديال الطاكوس بهذه الطريقه جا ناجح كما قلت وجا رائع لا في المذاق ولا في الشكل ديالو. والاهم من هذا انه صحي بدون اضافات وبدون مواد حافظه. عزيزاتي مرة أخرى تنطلب منكم فضلا وليس أمرا أنكم ما تبخلوش عليا بلايكات وما تبخلوش عليا بتعاليق باش تشجعوني نحط وصفات واحدة أخرى جديدة ونكبروا القناة مع بعضياتنا ونزيدوا بها القدام إن شاء الله بفضلكم. كيف ما كتلاحظوا فمباشرة من بعد ما شكلت هاد الخبيزات ديال ميني تاكوس ديالي فبديت كنطيبهم في مقلاة ساخنة. غادي نديروهم ونبقاو نقلبوهم حتى كيتحمروا لنا بالجهتين واحد التحميره اللي هي خفيفه. كيف ما كتشوفوا فراهم غادي يبداو يتنفخوا، وهذا دليل على ان هذا الخبز تاكوس فهو ناجح جدا. واخا كيتنفخوا انا تنحاول انني نهبط هذيك النفوخيه ما نخليهاش تكمل لان ما محتاجاهاش. كما كتشوفوا فهاد الخبز ديال الطاكوس الطريقه ديالو طريقه ناجحه وكيوجد بسرعه ما كياخذ ليناش وقت كتير سواء في العجن او لا في الطهي ديالو.
هنا كيف ما كتشوفوا فهما كيتنفخوا ليا الخبيزات ديال الطاكوس. تنكمل هكذايا حتى كنكمل كاع الخبيزات اللي عندنا، وكندوزو باش نوجدو الحشوه ديالنا اللي غادي نديروها له. فالحشوه كتبقى اختياريه، ممكن ديري الدجاج، ممكن ديري لادانت، ممكن ديري الكفته، ممكن تختاري اي حشوه اللي بغيتي نتيا حسب الرغبه ديالك وديال العائله ديالك. وكالعاده ضروري من بعد ما كنطيبوا خبز الطاكوس ديالنا ضروري ما كنغطيوه بشي منديل وتنخليوه جانبا حتى كنوجدوا الحشوه ديالنا. وهذه هي النتيجه ديالو، فكيجي رقيق رائع ورطب، ما تيتهرس ما حتى شي حاجه، كيجي رطب وهشيش، افضل من طاكوس الجاهز. بالنسبه للحشوه اللي استعملت، انا خديت هنايا واحد الكميه من صدر الدجاج اللي قطعته مربعات صغيره، ضفت عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، قزبر يابس مطحون، كركم، قليل من الثوم بودره، المعدنوس او البقدونس يابس ممكن الا كان طري من الافضل، و3 ملاعق كبيره من ياغورت طبيعي. كنضيف كذلك واحد معلقه كبيره ديال المطاط، واحد العصره ديال الحامض، كنضيف فلفل حار او هريسه اذا كانت متوفره، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا. كنضيف 2 ديال البصلات صغار محكوكين، تنحرك هاد المكونات كامله حتى كتجانس مع بعضياتها، ثم من بعد كنغطيها وتنخليها جانبا واحد 4 ساعات تقريبا. في مقلاة كندير فيها 3 ديال المعالق زيت الزيتون، تنضيف الدجاج ديالي اللي ترقد مزيان، تنخليها الطريفات ديال الدجاج كيطيبوا مزيان وكيتشحروا مزيان فوق النار حتى ما كتبقاش فيهم حتى قطره ديال الماء. بالنسبه هنا ممكن نضيفوا عليهم واحد 3 ديال الفرماجات مثلثه او لا مربعه، انا ما ضفت عليهم حتى شي حاجه. كناخذوا الخبز ديال الطاكوس، تنضيف عليه معلقه كبيره ديال الحشو ديال الدجاج، ثم تنضيف عليه شويه ديال الفريت وتنحطوه هكذايا في الصحن اللي غادي يدخل الفرن. كما كتلاحظوا فاش كنحط الميني تاكوس ديالي معمر ضروري ما كنحط واحد الكاس في الجانب ديالو اولا شي اناء اللي كتستعن به باش كنبقى نستف الطاكوس ديالي بالطريقه اللي كتشوفوا امامكم. بالنسبه للحشو ديال هاد ميني تاكوس ممكن تعمريه باي حاجه بغيتيها، باي حاجه كتعجب لوليداتك، ممكن ديري الكفته، ممكن تعمريه بلادانت، ممكن تعمريه كذلك حتى بالسوسيس. كنكملوا التشكيل ديال هاد ميني تاكوس وتنستفوه بالطريقه اللي كتشوفوا واحد حدا واحد، تنكملوا هكذايا حتى كنساليو لي ميني تاكوس اللي عندنا اولا تنعمروا هذاك الصحن اللي غادي يدخل الفرن. من بعد ما تنعمروا الصحن ديالنا اللي غادي يدخل الفران تنضيفوا شويه ديال الفرماج من اي نوعيه بغيتو. ممكن عزيزاتي انك قبل ما ديري الفرماج ممكن تضيفي شويه ديال لاصوص طوماط من فوق من هذاك التاكوس، اولا تضيفي شويه ديال البيشاميل وعاد نديرو الفرماج فوق منه. انا اختاريت نخليه بحال هكا ناشف كيجي زويون وخفيف، وضفت عليه واحد الرشه ديال الزعتر، واخيرا غادي ندخلو الفران باش يذوب لنا داك الفرماج. فالمكونات كامله الطاكوس والمكونات اللي فيه والحشو كله طايب، يعني غادي ياخذ لنا فتره قليله فقط في الفران. من بعد ما داب الفرماج وتحمر واحد شويه هذه هي النتيجه. فميني تاكوس جا رائع ولذيذ لدرجه انه ما بقات فيه حتى حب. نتمنى ان شاء الله توجدوه لوليداتكم ويعجبكم ويعجب الافراد الاسره ديالكم، وعد منكم الى صوبتوه وعجبكم ما تنساوش تردوا عليا الخبر في لي كومونتير. والى اللقاء الى وصفه قادمه باذن الله.